تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدمة جديدة قبل مراحل الحسم في الموسم الرياضي الحالي 2-0-2-2 2-0-2-3، والهلال يحتل المركز الرابع في دوري روشين السعودي للمحترفين 2-0-2-2 2-0-2-3 برصيد 39 نقطة مع مباراتين مؤجلتين وبفارق 11 نقطة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المتصدر. كذلك تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي دوري أبطال آسيا مع ضربه موعدا ناريا أمام الاتحاد في المربع الذهبي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي. وتعرض سالم الدوسري ساحر نادي الهلال للإصابة خلال مشاركته مع منتخب السعودية في المباراة الودية أمام بوليفيا، وخسر الأخضر السعودي 1-2 أمام بوليفيا مساء يوم الثلاثاء في مباراة شهدت توديع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد الذي رحل لقيادة منتخب فرنسا للسيدات. وفي هذا السياق كشف الإعلامي الرياضي خالد الدلاكي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر عن مفاجأة صادمة في إصابة ساحر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال. وأعلن الدلاك معاناة الدوسري من الإصابة منذ فترة طويلة، إلا أنه يصر على اللعب رغم التحذيرات الطبية، ما أدى إلى إصابته مع الأخضر السعودي قبل مرحلة الحسم في موسم الهلال الحالي. في نهاية الفيديو لا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو.